انت تشبه بالسباق ويبقى على صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم هديله عمري وبرضه بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة تابعنا القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو، واللي أول مرة تابع المتابعين على القناة يشيروا الفيديو ويعلوا القناة شوية، وصفحتنا على الفيس أهلاوي الغلابة معاكم، علوا المشاهدات شوية ولايكات لكل فيديو على القناة. خشوا تابعونا وكل حبايبنا وأصدقائنا يخشوا يدعمونا في القناة. أول حاجة هنبدأ بيها كل سنة وانتم طيبين، حلول شهر رمضان الكريم، ربنا يتقبل من الجميع ويغفر كل ذنوبنا ويرفع عنا الوباء والبلاء عن كل أمة محمد، وربنا يرفع الحصار على اخواتنا في غزة وينصر واخواتنا في السودان وفي اليمن، وربنا يحميهم من اي شر، وربنا معاكم. دي اول حاجة. هنتكلم عن مباراة الاهلي وفوز الاهلي على الزمالك في كاس مصر وتحقيق بطولة كاس مصر في السعودية في الرياض في موسم الرياض تحت رعاية تركي آل الشيخ. احتفالية كبيرة، اشكال جديدة ما كناش بنتوقعها، اهلي وزمالك يلعب بالمنظر والتقنية بس المشكلة في المعلق بتاع المباراة. كله كان مستني 5-6 معلقين، فهد العتيبي، فارس عوض، الكواليني، مدحت شلبي، ايمن الكاشف، اي حد بس تديني مدحت شلبي. هي دي المشكلة. تعليقات بايخة، معلق كالح، كلامه بارد، مفيش حد بقى بيحبه، خلاص مفيش حد بقى بيحبه. خشوا على المباراة احنا بنتكلموا على الاهلي ادى مباراة تكسب ولا تلعب بالشكل اللي عايزها كلها، بالتشكيل، بكل حاجة حصلت في المباراة. هي دي الفكرة بتاعت كلها، المباراة تكسب ولا تلعب. الزمالك في الناحية التانية لا، لعب كورة، تحركات، كل حاجة، خطورة، ماسك كورة، مفيش خطورة على المرمى قد كده، بس كورتين 3 بس ماسكين كورة، بيعرف يتحرك، بيعرفوا يلاقوا بعض كده. انت بقيت الاهلي اتغير في الدقيقة 75 بسبب التغييرات. بعد انت ما غيرت مروان عطية وقفشة وعمر كمال عبد الوهاب، بقيت انت تشوف شكل جديد للنادي الاهلي في التحركات، في مسك الكوره، في تنجل الكوره صح. هي دي المشكله. كولر يبدا لك المباراه وحش، ينهي لك المباراه حلو، يبدا المباراه حلو، ينهي المباراه وحش، عكس عكاس في مباريات كولر بيعملها. بس كولر اللي انا اشكره النهارده يعني يكون اقل واحد في الاهلي امام عاشور وتفضل عليه، انا بحسبه اول تغيير تبدا بيها، لقيتك سايبه في الملعب وبتديله الفرصه لحد نهايه المباراه، طلع جاب هدف وعمل اسيست وطلع من نجم المباراه. ده اللي انا اشكرك عليه. ليه؟ انت عندك نظريه غير نظريه المشجع العادي، وده لازم يتحط في الحسبان. كولر النهارده بدأ بالتشكيل مصطفى شوبير، محمد هاني اللي فيه مشكلة عند محمد هاني، رامي ربيعة وعبد المنعم. رامي بدأ يرجع لمستواه وبدأ يمسك الكرة وينجل الكرة صح ويضغط على المهاجم صح.
عبد المنعم، علي معلول قدامهم. هي دي المشكله بقى العويصه بتاعت نص الملعب اللي احنا كنا بنتكلموا عليهم، اللي كان الزمالك مسيطر فيها في نص الملعب. كريم ندفد، عمرو السوليه، امام عاشور، التلاته ما لعبوش جنب بعض. واللي هتلعب التلاته لازم عايز تلعب اتنين من التلاته، لازم يا عمرو السوليه يا كريم ندفد، وتحط مروان عطيه او كوكا او ديانج. تخلي واحد ارتكاز ثابت عشان تحرر التلاته دول. عشان اتنين من دول يلعبهم لازم تحط لهم واحد يثبت معه. واحد من الاتنين هينزل يغطي ويطلع، يغطي ويطلع، وامام عاشور هيكمل لقدام. يبقى انت كده نص ملعبك بدأ يشتغل. بس انت كريم ندفد بيجي التركيز بيقل، عشان كده هو مش مركزه 6، مش مركزه ارتكاز يثبت على الدايره، ولا عمرو السوليه ولا امام عاشور. عشان كده لما امام عاشور وعمرو السوليه يطلعوا والكوره تتقطع، الهجمه بتيجي على كريم ندفد. كريم ندفد بيحاول اللي هو يغطي وهو يعمل فاول في نفس الوقت عشان اللعيبه ترجع. ده اللي كان مسيطر عليها الزمالك، الجزء ده كان مسيطر عليه الزمالك. غير عندك مشاكل في الاطراف اللي هي حسين الشحات وكهربا وبرسيتاو. بيرسيتاو ما كانش في مستواه. بيرسيتاو كان لازم بيرسيتاو كنت لازم كان كولر يفكر اللي انا العب بالسرعات. السرعات اللي هي مين؟ كنت انزل رضا سليم شمال واحط حسين الشحات وابدا العب بالسرعات، اخلي بيرسيتاو الشوط الثاني ينزل بالمعنويات اللي هو يحرك لك الفرقه. بيرسيتاو تحس اللي ضغط بدني، اللعيب مش جاهز بدنيا، عشان كده تحس ان بيرسيتاو ما اداش في مشاكل عند حسين الشحات، عايز الشو اكتر ماشي، سريع بكوره ماشي. عشان كده امام عاشور كان عنده مشاكل في اول المباراه عشان كان مركز مع الجماهير. عشان كده الوان تول اللي كان بيجيبه هو وحسين الشحات كان بيتقطع بسرعه، عشان امام عاشور كان مركز مع الجماهير اكتر ما كان مركز. لما نزل قفشه حرر امام عاشور ما خلوش يركز في الكوره. ودي الفكره بتاع كولر اللي خلاه كولر مركز على امام عاشور، مش مطلعك من الملعب عشان تكتسب اللي انت تلعب تحت ضغط جماهيري، وهو اللي جاب الهدف. عشان كده الجون الاولاني لما جه بتحرك قفشه لامام عاشور مخترق لل18، عواد اتفاجئ بمين؟ بامام عاشور. هي دي الفكره. الجون الثاني هجمه مرتده اتلعبت ماشي، مروان عطيه لامام عاشور، امام عاشور سنتها لقفشه، قفشه الار2 بتاعته اللي على الارض. ده يعتبر انجاز المباراه من ناحيه النادي الاهلي. الزمالك لعب مباراه ممتعه، الزمالك ممكن يسد عليها للمشوار الجاي في الدوري، في افريقيا، في كل ده. بس المشكله عند الزمالك عند اللعيبه بتيجي في اوقات لما تيجي تتغلب من قدام الاهلي بتقعد فتره لحد ما ترجع لمستوى. مدرب عنده فكر بس لعيبه الزمالك، مشكله الزمالك اللي هم بيفكروا في الشو اكتر ما يفكروا لمصلحه الفرقه. هي دي المشكله. افكر ان انا احتفل ازاي. عشان كده انا من وجهه نظري تغيير الزيزو عملت عجز في الزمالك. زيزو هو يعتبر رمان الميزان في الزمالك. شلت زيزو من الزمالك خلاص الزمالك مفيش كوره. عشان كده
عشان كده يعني يعتبر يعني مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لجمهور الزمالك، ماشي، بس المباريات النهائيه تكسب ولا تلعب. بيجي في النهايه يقول لك انت بطل كاس مصر النادي الاهلي في احتفاليه موسم الرياض. مش هيقول لك الزمالك لعب والزمالك كان الممتع والزمالك، لا، هيقول لك مين اللي كسب البطوله؟ النادي الاهلي. وكده يعني مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للعيبه، مبروك لكل المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. بطوله احنا عايزين اكتر، وجمهور الاهلي خلص النهارده بطوله، عايز البطوله الثانيه، وعشان كده معاك يا اهلي في الحلوه والمره معاك. اشكركم، مبروك لكل جمهور الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.